أهلا أعزائي المتابعين في فيديو جديد وتأليف جديد من العيار التقيل جدا. تأليف جديد من العيار التقيل جدا يا أعزائي المتابعين، أغنية حزينة جديدة بعنوان فراقك قتلني الجزء التاني. الأغنية الحزينة دي يا أعزائي المتابعين احنا كنا نزلنا ليها جزء أول تقريبا السنة الماضية، ولأن الجزء الأول أثبت فشله بشكل شديد جدا، وإحنا كنا عايزين إن الأغنية الحزينة دي تعمل نجاح مبهر. فأنا عن نفسي زعلت أوي لما لقيت إن الأغنية الحزينة دي جابت أعداد قليلة أوي من المشاهدات، وده شيء ما يرضينيش أبدا، إن أنا أبقى باذل مجهود كبير في أغنية حزينة والاقي ان هي فشلت. فبقول لنفسي كده اللي هو طب ازاي يعني، ازاي؟ ما ينفعش طبعا يا اعزائي المتابعين. فعشان كده شكيت اني الكلمات مش حلوة بتاعت الاغنية الحزينة اللي فاتت، فقلت اعدلها واعمل منها جزء تاني بحيث ان هو ينجح. طيب الجزء التاني ده اذا ما نجحش، فأحب أقول لكم يا أعزائي المتابعين مش هنعمل منها جزء تالت، لكن إذا نجح فوارد بنسبة 90% إننا نعمل جزء تاني. طيب أعزائي المتابعين، الأغنية الحزينة اللي فاتت اللي هي كانت بعنوان الندم، وأنا أقف هنا وأقول لكم شكرا ليكم يا أعزائي المتابعين على اهتمامكم بكلمات الأغنية الحزينة دي. وده ليه؟ لأن الأغنية الحزينة دي من أقوى الأغاني الحزينة اللي أنا ألفتها خلال شهر أكتوبر. وأنا هنا يا أعزائي المتابعين بقول كده لأن الأغنية الحزينة دي كان متعوب فيها جدا، متعوب فيها أوي أوي أوي. عارفين يعني إيه متعوب في الأغنية الحزينة دي؟ كذلك أغنية فراقك قتلني الجزء التاني، الأغنية الحزينة دي برضو متعوب فيها أوي، متعوب فيها تعب محدش شاف. هو انتوا مش بتشوفوا التعب في تأليف الأغاني الحزينة اللي أنا بعملها، انتوا بتشوفوا النتيجة بس اللي هو فيديو والتأليف، لكن انتوا ما شفتوش ما وراء الكواليس والتعب والمعاناة اللي أنا بشوفها أثناء تأليف الأغنية الحزينة الجديدة. لأن أنا بهتم جدا في تأليف أي أغنية حزينة إن كلماتها تكون موزونة وجميلة ولايقة، وكذلك الأمر في تأليف القصص. فأنا زي ما وعدتكم إن أنا هألف أجزاء جديدة من قصة السفر عبر الزمن، والحلقة الجديدة منها هتنزل قريب أوي. أنا لسه ما جهزتهاش، بس هعلن عنها على الواتس وعلى الفيسبوك وعلى القناة كذلك في البوستات، وهقول لكم هتنزل امتى، وهي هتكون قريبة جدا جدا جدا. طيب أعزائي المتابعين، احنا لحد هنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو. حط لايك
حط كومنت، اشترك في القناة وفعل الجرس. ليه؟ علشان نوصل 1,000,000 مشترك. ومن المهم جدا اننا يا جماعة نوصل 1,000,000 مشترك. في يوتيوبرز كتير على اليوتيوب وصلوا 1,000,000 مشترك، انا عايز اكون منهم مهما كان. اي نعم، ادوات التصوير بدائية الى حد ما، لكن هنطور من نفسنا جامد لما نوصل 1,000,000 مشترك. اشوفكم في فيديو جديد، مع السلامة.